بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أغلب الأسئلة اللي وصلتني بهاي الفترة بما أنه خلصت امتحانات، وإن شاء الله عطلة سعيدة عليكم، وإن شاء الله تحصلون المعدلات اللي تتمنونها يا رب. أغلبكم سألني بخصوص توقعات الدرجات، وش قد توقعت درجتك من نجحت من السادس، يعني قبل لا تطلع النتائج وش قد أجتك، لأن تعرف أنت طالب سادس واللي عنده غلط بسيط واللي هيج عنده أغلاط يعني، فيريد يعني يطمن ويعرف هل انه راح ينقصونه كثير او راح ينقصونه يعني درجات قليلة وهيج شي. طبعا راح احكي لكم كل شي بالتفصيل هسه ان شاء الله تعالى، بما انهم عطلين ما عندكم شي ماخذين ريست بهاي الفترة، وانطيكم الاسباب. اني من طلاب اللي تخرجوا سنة 2020 من السادس اعدادي، الفرع الأحيائي، معدلي 96.33، وهسه راح أقول لكم الدرجات ايش قد توقعتها وش قد اجتني. طبعا بسنة 2020 تعرفون كانت بداية فيروس كورونا وهيك شي. أي طالب يعني من يسمع هذا الكلام يحس يعني يقول انتم بوقتكم كانت اكو مساعدة وما اعرف شنو من وراء الفيروس وهيك شي، فاحنا ما راح يساعدونا. لا، ليش ما راح يساعدونك؟ انت اذا كنت تعبان على نفسك وما مخلي قصرة بالدرس وعندك اغلاط بسيطة وهيك شي، يعني ليش ما يساعدونك؟ السبب الاول انه راح يساعدونك ان شاء الله تعالى، اللي هو صعوبة الاسئلة. السنة هاي 2022 اجت اسئلة صعبة، والاغلبية يعني اغلب الطلاب يعني ذاك من ذاك اللي ممتحن كل المواد دور اول ومكملها كامل، بيكم اللي مأجل له مادة واللي مأجل له مادتين. وانا اعرف طلاب معيدين السنة ومأجلين 6 مواد ممتحنين بس الاسلامية. ليش؟ نتيجة صعوبة الاسئلة. فان شاء الله ان شاء الله يساعدوكم تجيكم درجات اعلى من اللي انتم متوقعينها. طبعا انا بالسادس، يمكن هسه اللي راح يشوفون الفيديو اللي قديمين بالقناة يعرفون بقصتي، اللي هي راح ابديلكم، ما راح ابديلكم بالانجليزي، راح اخليه على خير. هسه احكي لكم بقية المواد، لان الانجليزي سالفته واحد. بالعربي، انا العربي اكثر مادة اكرهها. تعرفون شنو اكرهها؟ يعني ما احبها، ما اتقبلها. من ادرسها ادرس صح اكملها، بس شنو ما متأكد من نفسي انه ضامن درجة زينة بيها، او درجة بالتسعين وهيك شي. يعني حتى من ادرس واكمل الموضوع احس عندي نقص، احس انه على هاي دراستي ما راح اجيب بيه درجة. فانتو تخيلوا انه النفي اللي هو يجي عليه ما يقارب 20 درجة بالوزاري، اني ما شايف عليه ولا محاضرة، قاري فقط على الملزمة، بس حافظ الملاحظات وفايت للامتحان. هاي النفي. المهم فت امتحانات عربي. الادب، لا الادب ضابطه اني. الادب يعني متأكد من نفسي ماخذ درجة بيه كاملة، بس القواعد يعني حتى الجواب اللي كنت اكتبه بالامتحان، الجواب اللي كتبته ما متأكد منه 100%. يعني حتى وصلت للمرحلة بعد ما كملت الامتحان، يعني قامت تجيني افكار اقول هذا جوابي بفلان سؤال بالقواعد غلط، خله امسحه وارجع اكتب غيره. بعدين فكرت قلت يجوز يطلع هو الصح، لا عوفوا، يعني ما متأكد من الجواب مالي. فانتوا تخيلوا. المهم طلعت من العربي قلت تجيني 85 88، يعني مستحيل احصل 90، لان انا بالعربي قلت لكم ما هلقيت بالعربي. فاجتني بالعربي 91، يعني كنت متوقعها 85 88، قلت ما تصلت 90، اجتني 91. تمام. هاي المادة الاولى. المادة الثانية اللي هي الرياضيات اغلب الاسئلة تقريبا 4 افرع او 5 افرع، النواتج انا عندي غلط. ناهيك عن انه من طلعت اكو شغلات، اكو خطوات اني عابرها، يعني ما كاتبها. يعني مثلا شاطر من الخطوة الاولى على الخطوة الثالثة بالحل، او من الخطوة الثالثة على الخطوة الاخيرة بالحل. فهيج النواتج 4 افرع الى 5 افرع غلط، متأكد منها 100%. فحتى بعد ما خلصت امتحانات راسلت الاستاذ مالي، قلت له استاذ هيك وهيك هذا السؤال عندي الناتج ماله غلط، فلان سؤال الناتج ماله غلط. قال والله ابني شوف، هو كل ناتج ينقصونك عليه درجتين. يعني انت اذا عندك 4 افرع 5 افرع عندك الناتج مالهم غلط، فقول كل فرع درجتين ينقصون من عندك. يعني شيكتها بالقليل ينقصوني 8 درجات الى 10 درجات. يعني قلت تجيني مستحيل تجي اكثر من 92. تمام. اجت الدرجة، اجتني بالرياضيات 98. تمام. هاي الرياضيات
راحت. اجت الكيمياء. الكيمياء لحد الآن أتذكر، يعني تخيلوا أني الكلاميات قرأتها قبل، يعني بدلت الملزمة مال الكلامات، كنت أقرأ على ملزمة شكل، وقبل الامتحانات ب6 أيام بدلت الملزمة، بديت أقرأ على غير ملزمة كلاميات. بالامتحان فتت للامتحان، خصوصا أكثر فصل كنت أكره هو الفصل الثاني، تمام، هذا مال كي بي وكي سي وهاي السوالف. فحتى أتذكر بالذوبانية طلعت الكي اس بي، ما أعرف غير ناتج مال الذوبان، المهم طلعت ناتج بالذوبانية 127 مليون في 10 أو 46، ما أعرف ايش، يعني ناتج كلش خيالي، ما موجود لا بالوزاريات ولا بالمنهج ولا بالملازم، أول مرة أشوف هيك ناتج. فحتى يعني عفته كتبته هذا وطلعت. بسؤال قاعدة العدد الذري الفعال اللي هي موجودة بالفصل الخامس لحد الآن أتذكرها، السؤال فرع كامل عليه يمكن 10 درجات، والله العظيم يمكن لو أول خطوة صح، لو أول خطوتين، الباقي كله غلط مال الحل، تمام. فهاي يقول 8 درجات راحت، ومن هناك الناتج الذوباني هاي درجتين، هاي 10 درجات، وتعريف نسيت يقول هم درجتين، هاي 12 درجة. وعندي يعني بالمسائل كان أول سؤال مال الفصل الأول هم خربطت من سوات المعادلات، فيعني طيرتها قلت 12 درجة 10 درجات، يعني تجيني 90 88 87، قلت يعني حدي ما تنزل عن 85 ولا تصعد عن 90. فأجت الدرجة جتني بالكيمياء 95، تمام. الفيزياء لا، اجتني مثل ما توقعتها، لأن يعني الغلط مالي كان بقانون، ويعني حتى ثاني يوم بعد الامتحان بعد ما خلصت الامتحانات حلمت انه ماخذ بالفيزياء 99، وجيت فتحت الدفتر مالتي اشوف الاغلاط مالتي، وطلع عندي هذا الغلط هو نفسه اللي غلطت به، اللي هو القانون منطيني عليه 9/10، كان هو فرع. المهم هاي الفيزياء خلصت. الأحياء امتحانتها دور ثاني، طبعا أنا أجلت الأحياء، هسه راح أعطيكم السبب من وراء الإنجليزي. فأجتني بالأحياء 99، كنت متوقعها 100 بس أجتني 99، حتى بوقتها ما قدمت اعتراض. أما الإنجليزي سالفته سالفة، هسه يمكن إذا أحكي لكم إياها ما حد يتوقعها، ولا حد راح تدخل بباله هاي السالفة ويقول هاي يعني مستحيل هاي الشي صاير وياك أنت، بس الله يشهد ما جاملكم بحرف واحد. بالإنجليزي أنا هاي القصة حاكيها بالتفصيل، والطلاب القديمين على القناة يمكن إذا يشوفونا راح يقولون سمعانين هاي القصة، وكاتبها بتعليقات طبعا، فيديوهات من جيت بالسادس من بعد ما نجحت، محاضرات المدرسين بجروبات الفيسبوك كلها حاكيها، تمام. بالسادس أنا بالإنجليزي رحت حافظ الإنشاءات كلها، كل الإنشاءات حافظها مالت الإنجليزي، كان بوقتها لو 6 إنشاءات لو 7 إنشاءات. فشفت أول إنشاء بالعنوان ماله، شفت كلمة كومباني اللي هي معناها شركة. نزلت على الإنشاء الثاني اللي هو باد داي، أنا كلهن حافظهن، يعني اللي إجن واللي ما إجن. قلت لا خل أكتب هذا مال الشركة، قبل نزلت مال الشركة نصا، أثاري هو مو مال شركة، وإنما العنوان ماله جاي بيه كلمة كومباني اللي هي معناها بالعربي شركة، فأني تصورت إنه هذا الإنشاء مال الشركة. قبل نزلت مال الشركة وطلعت. جيت للبيت عاد أدرس أحياء، صديقي إجا علي المغرب قال لي ها شلون جاوبت، قلت له والله زين الحمد لله وإن شاء الله 100، بس جاوب الجواب يعني القطعة كامل، الإسقاطات، الأدب، قطع الكتاب، قلت والله إن شاء الله 100 بالإنجليزي. قال إيه خوش عافية، يا شا كتبت؟ قلت له والله كتبت مال الشركة. من قلت له مال الشركة تفاجأ، دعا علي قال كل عقلك؟ قلت له والله العظيم. قال معود يا مال الشركة، اللي جانا ما مال الشركة، جانا مال يوم سيء، واللاخ مال دعوة الصديق انه تيصير بوظيفة وهيك شي. قلت له شو حتى تحكي يا معود، مال الشركة اجى حتى مكتب كلمة كومباني. قال ما يخالف صح كلمة كومباني، بس هو مو مال الشركة. قلت له يا معود شلون؟ قال والله. قلت له طلع الأسئلة، والله لزم التليفون مالته على جوجل طلع الأسئلة، طب جبنا الملزمة قرأنا العنوان وانه مو مال الشركة. انا هنا بوضعي تخربط،
قمت أبكي بعد ما أقدر أدرس أحياء، أموري كلها تخربطت. بغيت الامتحانات الأحياء أجلتها، أهلي قاموا ودوني على الدكتور، ما أعرف شنو، يقولوا لي مريض. شبيك؟ يقولوا لي ما علمتهم. أنت عتضغط على نفسك بالدرس وهيك شي. قلت لهم ما أعرف شنو بيه، بس راسي يوجعني. بعد ما أقدر أقرأ. يعني أنت تخيل إنه 20 درجة على الإنشاء تروح من عندك، وبالإنجليزي تحديدا اللي هو مادة سهلة، يعني هاي 80 كسرت معدلك تمام. إيه، فأجلت الأحياء. بغيت الامتحانات الكيمياء والفيزياء والرياضة وذن امتحانتهن، بس ما بنفس الواهس ونفس الحماس اللي كان عندي بالبداية. رضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى، قلت هاي هي بعد أنا هذا تعبت وجي صار لي ورحت على امتحان وحافظ كل الإنشاءات، ما معقولة إنه رب العالمين راح يضيع تعبي هيك على الفارغ البطال. الله سبحانه وتعالى راح يعوضني بغير شيء إن شاء الله، ويمكن يعوضني بنفس المادة. المهم امتحنت. فأجت صار وقت النتائج. أنا شايل هم الإنجليزي وما عندي حماس للنتائج، وأعرف نفسي يعني مكسر معدلي بيه، حتى ما كان أكو حماس. وقبل لا طلعت النتائج راسلت الأستاذ أحمد فوزي اللي هو مدرس معروف على اليوتيوب. قلت له أستاذ أنا سالفت هيك وهيك، كل الأسئلة مجاوبها، بس الإنشاء هيك سويت وهيك سويت، ايش قد ينطوني؟ ما ينطوني 8 درجات 4 درجات. قمت أدور بس 10 درجات على الإنشاء حتى درجتي لا تنزل عن 90. حتى بوقت جاوبني ببصمة، يعني ما دز لي رسالة. أتذكر قال لي والله ابني حيل زحمة إنه ينطونك 4 درجات، يعني إذا انطوك 4 درجات نعمة. فأنا قلت هاي 20 راحت، يعني تجيني 80، إذا انطوني الأربعة هاي 84، هم ما سوينا شي. المهم مؤيس كنت من النتائج، ومؤيس من حلمي، ومؤيس من المعدل مالي. كنت أتوقع معدلي، يعني أنا كنت أريد بال95، كنت أتوقع يجي معدلي 90 89 هيجي، ما كنت متوقع إنه يصير 95 وهيجي. في بيوم النتائج يعني كلها انسددت بوجهي، كلها قالت لي ما ينطونك ما ينطونك ما ينطونك هيج درجة. اجت النتائج، صديقي راسلني قال لي والكفو. قلت له ايش قد يعني دزت النتيجة؟ قال لي والله معدله 95.80 عدا الأحياء. أنا من قال لي هيك ما صدقت، قلت له والله ما صدق إلا شوفني النتيجة. قال والله الإنجليزي 96 أول مادة، لأن هو يعرف شيء خايف منها، دز لي إياها. والعربي 91، والكيمياء 95، والرياضيات 98، والفيزياء 99. قلت له ما صدق إلا أشوفها بعيني. دز لي إياها. قمت أبكي يعني بعد ما أعرف شنو أسولف شنو أحكي. صارت يعني احتفالية وأهلي وهوسون ويصيحون وهاي ومبارك وما أعرف شنو. فالغاية من هذا الفيديو هو شنو؟ الغاية من الفيديو أنه أنت اليوم تعبت على نفسك وسهرت ليالي وتحملت حار وبرد وضغط نفسي، وما طلعت ويا جماعتك، وما ضيعت وقت، وما تلهيت، وما طلعت تونست، كان صديقك هو الكتاب. فكنت عايش أجواء يعني مو أي واحد يتحملها. فهاي كلها امتحان من رب العالمين، وراح ينطيك عليها ثمرة تعبك هذا. فأنت يعني مو من رحت امتحنت، انت درست وتعبت على نفسك، من تروح للامتحان حتى إذا ما جاوبت، انت مو معناها انه هاي هي خلصت انسدت الباب بوجهك، لا. رب العالمين هذا تعبك كله ما راح يضيعه، راح يعوضك. بس انت هذا الشيء ما تعرف لو بيه حكمة، جوست يختبر صبرك، يشوف عزيمتك وإصرارك وصبرك وإيمانك. فأنت لا تأيس. وأي مادة حتى إذا كنت متوقع أنه درجة قليلة، فتوقع أنه إذا كنت تعبان بيها ما مخلي قصر على نفسك بيها، فلا تأيس ولا تخاف أبد. وإن شاء الله إن شاء الله الله ينطيك أكثر من اللي توقعته أنت، وينطيك ثمرة تعبك هذا، وراح يعوضك بالشيء الأحسن والشيء اللي يسر قلبك. فمن هذا الباب إذا كنت مأجل مادة وعندك مادة متوقع بيها درجة قليلة، فلا تخاف، إن شاء الله راح تجيك أكثر من اللي توقعته. وأنا بهذا الفيديو الغاية من أنه أكو طلاب نفس الحالة مأجلين وعندهم مواد خايفين منها من ناحية درجة وهيج، فحتى ما الوقية ولا يقرأ للدور الثاني. فمن باب أنه شوية أحفزك وأنطيك جرعة أمل. وصدقني أنا بهذا الفيديو لا مجبور أجاملك بحرف، ولا مجبور أكذب عليك، الله هو بيناتنا.
وما عندي أي غاية. الغاية إنه جاي أطمنك وأقول لك ادرس ولا يفوت الوقت عليك، وإن شاء الله هالأيام أنزل لكم فيديو أوضح لكم شو تبدون دراسة الدور الثاني، وما تغلطون الغلط اللي أنا غلطت فيه بالدور الثاني. طبعا الأحيان امتحانات الدور الثاني جبت بيها 99، صار معدل 96.33. فحتى أقول لك إيش قد المدة بين الدور الأول والدور الثاني وإيش وقت تبدي، حتى إذا كنت مأجل كل المواد فأكو جدول مرتب وراح يفيدك إن شاء الله. والمدة كثيرة بين الدور الأول والدور الثاني، لا تشيل هم. ارتاح هاي الفترة يومين 3 أيام، ريح جسمك، ريح نفسيتك، انسى شيء اسمه السادس، اطلع من أجواء السادس. وبعدها 3 أيام 4 أيام ابدي اقرأ المواد اللي انت أجلتها، حتى لو كانت مادة واحدة راح نعطيك الأسباب بالفيديو الجاي إن شاء الله. وإن شاء الله استفاديتم من الفيديو، والله ينطيكم أكثر من الشيء اللي توقعتوه، وربي يوفقكم وينور طريقكم إن شاء الله، ويسهل أمركم وتحققون كل شيء تتمنونه إن شاء الله. وأنا أعرف أنه أغلبكم ما أجل نتيجة أنه ما جاوب، لا هو جاوب بس مو الدرجة اللي يريدها، مو الدرجة اللي كان يحلم بيها، يعني ما أجل عن فراغ. وهذا الشيء يعني موجود، يعني عادي، لا تشيل هم ولا تقول راحت مني درجة الدور الأول ولا بطيخ. أنا درجة الدور الأول راحت مني، الله عوضنيها بالدور الثاني. كنت أريد معدل 95، بالدور الثاني اجتني 96.33. فهذا الشيء شيله من بالك. وإن شاء الله استفاديت من الفيديو مرة ثانية. ربي يوفقكم ونور طريقكم. نشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.